السلام عليكم وحياكم الله متابعينا الاعزاء. اليوم جيناكم بفيديو جديد وحلقه جديده وهي كشته بالزور مال الاثل. اليوم ويانا ضيف جديد وعزيز علينا وهو الاخ ابو علي. هذا انسان طيب وخلوق، اليوم تشرفنا به واجانا واحنا ان شاء الله نكون بخدمته اليوم. وهذا ابو عبد الله وياكم، شي يحب يقول لكم خليه يقول. حياك الله ابو فاطمه. اليوم جمعه، اللهم صل على محمد وال محمد. اليوم قشته في ناحيه النشوه على الحدود. نعم. اللي يحب يتابعنا حياه الله، واللي يحب اللي يستضيفنا حياه الله، وتحياتي للجميع. حياكم الله، تابعوا الحلقه كامله وان شاء الله الحلقه راح تنال اعجابكم. خليكم ويانا. طلع ويا صراع البراري عمره خسران. حياك الله ابو عبد الله عزيز. بس اشتغل ما يبين صوت. حاشد لا لا مو هذا اخضر كاف يعني. طبا هسه عندنا فقره وهي فقره الصيد. راح نطلع نصيد بالزور. تعرفون زور الاثل دائما يحتوي على الحذاف والديك الحجل. واليوم ويانا طبعا الاخ ابو علي صياد ماهر وعنده باع طويل بهذا المجال. وهناك سيد محمد راح نكتر له. هاي بس يا بطينه بس امن هذا انتهى الموضوع. هسه نزلت هذا واذا ما طلع ديك الحجل راح يخلي هناك الام بي 3 له. وين راح تروح ابو عبد الله؟ هناك. حاليا نوشنا ديك الحجل. شوف ذاك شلون يتختل. اكو احلى من لحم الدراج؟ نعم ماكو والله من احلى من لحم الدراج. وعم يصطر عن الكثره. هي مس هواي. عم يصطر عن الكثره لان امس الجو حلو ولا تنسى امس هوا ماكو. هو ماكو صحيح. امس وين بعد صالح الوقت؟ ابو علي. ابو فاطمه. شنو اخوي اكو ماكو؟ والله ماكو شيء. والله الظاهر اليوم ما لنا قسمه اخوي. طبعا رجعنا وما حصلنا شيء. وهنا الاخ ابو علي. ها ابو علي اخوي ماكو غير؟ لا ماكو شيء ابو فاطمه. ما مقسوم اليوم ما لنا رزق. اي هذا تخييمنا حاليا. هاك مالات مني هذا. ها اليوم كل شيء ما يطلع. بس تبيد لك حمامه، تبيد لك حمامه طايره ماكو. كل ما تبعد عن الشارع احسن. برضه يوم من الايام طلعت انا وكاظم حسون رحنا صوب يسيود كان بذاك الوقت ما حد يقدر يصعد له. جاي عبره
ما حد يعبره. كان جيش وحكومه قويه بذاك الوقت. والله يا برضه والقى كل القطه السدانه بسدانه. كان خير من الله. اي والله سدانه بسدانه. كل مجموعه طيح منها 5 6 5 6. خير. الى نرجع للبيت 25 30 35 قطعه احنا جايبينها. نفتر عليهن بالدراجه. كان حتى علاج تصيب الذكر. اي. وقبل نطلع بالدراجه كانت عندي جاو. زرقاء؟ اي الزرقاء. هاي المحسن ماكو؟ يذكر عليه. بالليل احنا شو مسوي لنا مكرف مخليه فوق شباك واطق عليه اللايت. هو مو لايتها غاز وقوي. هذا يلتم بعد ما يطير. الضوء بعينه. والضوء بعينه بعد ما يطير. تجيب المكرف وتذبه فوق. يقول كل ما تقربها راح تنذبح يقول اقرب. لا يطير ندير بالك. راح اذبحها شلون تطير؟ ما كرهن والله. صراحه تضحك. يا الله. يا حي الله ابو علي. حياك الله ابو رضا. حي الله ابو علي. يوم يسرع البراري. شنو يقول؟ خوش من القطايات امس. امس ابو علي بن نعمانيه لو شوف القطا وهذا الحجر الدراج وحق علي بن ابي طالب الدوخ من الحساب. لقيت حيدر فرحان جالس السنجل قلت لي هذا بالثوب اللي هذا اكل انا يزهر لا حمسته. قلت له اليوم نوم التعليمي وقعت على تواكب. اي تقلاه ويتقلى. حميسي اي يتقلى. اي ما يحط العجوم. هذا تطبخ بيه تدري ايش قد؟ كيلوين؟ لا تطبخ بيه لا بس هو روعة شغله. تطبخ بيه كيلوين ونص. كيلو مثل ما قلنا. لأنه ساخذ الحمام. ساعة ونص ساعة. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول لك برضه هاي الخيمة مال عيال. خابرني المغرب قال يقول لك سيد تعال لنا باكر. قلت الخيمة خلينا نشوفها صوت النصب على حقه قوي يعني ما موجود قبعد علامة. هو يعني ابو واحد كافي. ايوه حيا الله ابو علي. حياك. يا الله نورتونا اليوم والله. نور فيك وجودك. على الكشخه كيف الرشيد يقول يقول قلبي ما لعب غيره لعابه وحسن دول امراضي. لعابه سبحان اللي بصاغه لعابه ونفخ بيروح حتى يعن علي. الله يقول وقدها الوكيد شف ناره بضلوعي وقدها بسلاسل حيل شفتفها وقدها ابو الطيم اريدك صاحب معدل يا بعد روحي وقدها وتشق حلق الوقت لو عالبي. والله انا خادمنا مخدوم يا روحي يا بعد. هذا يقول اكو خطيه واحد فقير بزمن رسول الله صلى الله عليه وسلم. الصلاه والسلام عليه. اللهم صل على محمد وعلى اللهم صل على محمد وعلى محمد. اللهم صل على محمد وعلى. هذا يقول فقير كلش اجى للرسول
قال له يا رسول الله انت بحكم الله وعندك خزائن الدنيا، انا اريدك تنطيني فلوس. قال له لا انا ما انطيك، بس انا ادليك على الفلوس. قال له شلون؟ قال له شوف هذا الجبل العالي. قال له إيه. قال له هذا طبر من عندي لك، يوميا تروح تصعد فوق هذا الجبل العالي تطبر لك حطبات وتجي تبيعهم بالسوق. يعلم حرفه. قال له ما، قال له روح انت هسه وشوف. وبركات الله. راح اول يوم طبر له حطبات باحن بربيه، قبل يسمونها ما ادري شنو. هسه هذا كبربيه خذاها صرف نص من عندها ونص ضمه. ثاني يوم بربيتي مشى بيده. ثالث يوم ب10. رابع يوم صرف 5 منهن، ظلت صعدت بيده شهر واذا هو صار تاجر حطب. اي ظل النوب يشغل عمال يجيبون له حطب حتى يجيبون حطب. رجع للرسول قال له ها بشرني شنو وضعك؟ قال له يا رسول الله والله يعني صارت وضعيتي فوق التمام. قال له ما الله سبحانه وتعالى ما ينطي فلوس باليد. اسعي وعني. اسعي يا عبدي وانا اعينك، نام يا عبدي وهينك. الا ان الانسان اكو واحد فقير يا الله يشتغل عماله خوش حكي. اي يطلع ويا اسطى، هذا العامل يشتغل منها لله حلو، والبقيه اللي وياه يسختون هو محل الخوس بالشغل. نعم. هذا الشغل بس يجهز طابوق. خوش حكي. اي هسه هو ما يطب يعني طابوق حاله حال الوادم يكون يطب له فد كميه وجري ما يبي يخلص كون يطب له هذا كميه ثانيه. هذا لا، الى دبل ينطابوق برا دابه يشيله كله ويطبه داخل. يطبه سيوي. اي زين هذا طابوق وكله طبه داخل الغرف. ثاني يوم قال له انت باكر لا تطلع. اي ودع عليه ثالث يوم اهم نفس الحاله، بعد يشتغل منها لله. اهم قال له لا تطلع. بعد على طابوق والجماعه اللي وياه يسختون يشتغلون مستمرين. بعد هو يكفي شغل على الطابوق. اي مستمرين. ذاك اليوم دعا ربه قال الهي هسه انا اشتغل يعني لله، شغلي ما بي يعني شغله السخت وكذا وهاي، والجماعه يسختون بالشغل. يا الهي شو هسه انا مدوني الوادم شو مسوي؟ الوادم شو هاي تشتغل يوميا وانا شغلي بين يوم ويوم. هالحكي بالليل هاي. نعم. لف راسه ونام. حلم قال ابي اشوف بختي وين. بالحلم هو نفسه حلم. اي قال ابي اشوف بختي وين بالله وين نايم. يعني بالحلم وسولف هيك. لا سولف بينه وبين نفسه ونام. وحلم بالحلم قال ابي اشوف بختي وين بالله. المهم يمشي يوم ما يابا واحد قال له عمي هذا بختك. قال له وين بختي؟ قال له هذا بختك. لقى خروف مال ماي. حلو. إيه. قال له وين بختي؟ قال له هاي الوادم اللي وياك هاي بختها. ينبعه وانت بختك. قال له وانت بختك هاي النقاطات. لا اله الا الله. قال له هاي كلها الخرير قايم ما عدا بس انا النقاطات. قال له هذا بختك. المهم هذا عفى ومشي. قال والله ابي نبش نبش. راح ياب له فتشيش ما ادري شلون وقام ينبش بالخرير هذا ماله. ينبش بخته نبش لحد ما لصمى. لحد ما لصمى. قاعد الصبح اساس هو يطلع للشغل، خابر عليه الاسطى قال له انت اليوم لا تطلع. قال له الله اكبر. كان ابي اشوف بختي. كان ابي اشوف بختي النوب لصمته. فعم الفقر بعد لا تقول لي. والله صح لسانك. والله العظيم الفقر يا عبره هاي. ايوه صح لسانك. صح. يا الله اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم
الله. حياكم الله متابعينا، وحاليا كمل عشانه وسهمكم العافيه. عافيه ما هو غدار، اولاد غدار. لا والله غدار. خش رايح دري مثل سيد محمد يوم من هين رحت اذب سليه. يا الله. اي اجى علي واحد قال لي عدنان نروح نذب سليه، قلت له مشينا، انا هم عندي سليه وهو عنده سليه. احسنت. دائما ان شاء الله. رحنا نذب بالشط مال العقيلي. صاحبي يذب يصيد، انا اذب ماكو. لا لا. اي حاشتي ده. في يذب يصيد، انا ماكو. لهناك طلع له سمتيه. حلو. وانت ماكو؟ ماكو. قام يذب ظل يتذب، قام يذب ظل يتذب. لهناك طلع له سمتيه. قلت انا بيني وبين نفسي ابوي ايش ماني؟ انا واحد هسه هذا يصيد وانا ما اصيد، هسه هو عنده سليه وانا عندي سليه. لهناك طلعت لي سمنانه. سمنانه صغيره هيك. سمنانه صغيره. ها؟ كم كيلو حتى ما بها جرام. هسه انا بيني وبين نفسي قلت حكي حسن انت اعطيتني معطيني سمنانه، شو اسوي بها؟ تقلاه مراك. تقلاه مراك. المهم ذبيت طلعت لي بياها. يا الله. على كثر ذبك هالحكي هو يذب ويضحك، يباوع لي ويضحك، هو مبزوق. لهناك ذبيت طلعت لي بوشه صفر. حلو. اي البوشه بذاك الوقت 9 دنانير تنباع، وهو شنق عيونه. قال اعطيك سنتيه وتعطيني اياها، قلت له وانا متوازي اعطيك بوشه ب9 دنانير بذاك الوقت. حطيت على متر وجبتها ويت النشوه. وهي رحمه الله. قلت هذا رزقي بعد، حتى السمك ما اريده. حياكم الله. احنا حاليا كشتتنا خلصت. فقرة أخيرة دائما ننوه عليها، وهي فقرة الأوساخ بمكان الكشتة. دائما نظف مكانك من خلال كشتك وتنهيها كون انت منظف مكانك. رحم الله والديك، احنا ناكد من خلال قناتك على هاي المعلومه. نظف مكانك الى تطلع قشته حتى غيرك يجي يلقى مكانك نظيف، حفاظا على البيئه، ونخلي مكان جميل حتى يجي غيرك يقعد مكان مرتب يعكس صوره نظافتك ونظافه بلدك. وعليكم السلام. والى هنا تنتهي حلقتنا لهذا اليوم، انتظرونا بالحلقات القادمه. في امان الله. مع صراع البرامج.